السلام عليكم متتبعين قناة عالم أم نور. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صابلي بريستيج، صابلي اللي كيجي رائع بزاف شكلا ومذاقا، كيجي راقي في الشكل. صابلي اللي غنزينوه بالمكسرات، يعني اشكال متنوعه، راه ممكن تزينوه باش ما توفر عندكم، غير هو راه كيجي رائع بزاف. العجينه شاركت معكم مرحله بمرحله مع جميع التفاصيل، وخا دائما كنشارك معكم، يعني مشاركه معكم في القناه ديالي عده اشكال من الصابلي، ولكن هذا الصابلي هذا مختلف عليهم كاملين. ان شاء الله كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الاخير وتشجعوني باللايك ديالكم وبالاشتراك الا كنتو مازال ما اشتركتوا، وتبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير في الجديد ديال الصابلي 2023. بالنسبه للمقادير، عندي كاس ونص ديال السكر سنيده، تكون السنيده الرقيقه ما تكونش الغليظه. الا كانت الغليظه ممكن طحنوها شويه في الهاشوار. وعندي هنا رابعه ديال الزبده، انا كنخدم بالزبده للدا، وخديت قبصه ديال الملح. دابا الجو راه بارد، داكشي علاش انا كنحك في الزبده بهذا الشكل هذا، وكنرش عليها شويه ديال السنيده باش كتدخل فيها وما كتعاودش تعجن لينا الزبده. يعني دغيا كنخدموها، لانه سر النجاح ديال الصابلي هو الزبده تخدم مزيان. يعني السر من اسرار نجاح الصابلي هو تخدموا الزبده مزيان والمكونات مزيان، كل حاجه ضفتوها كتخدموها حتى كتنسجم مزيان مع بعضها. المهم تبعوا مع الفيديو، واخا الفيديو غادي يكون طويل شويه ولكن راه جد 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 مفيد. ما بخلت عليكم بحتى شي نصيحه او بحتى شي حاجه ولو تكون غير بسيطه. كيف ما شفتوا معايا، بعد ما حكيت الزبده راه بسرعه كتنسجم لينا مع السنيده بهذا الشكل هذا. كندخلوا فيها هذيك السنيده كيف ما قلت لكم، كاس ونص ديال السنيده. انا كنخدم بالسنيده والسنيده رقيقه. الا بغيتوا تضيفوا السكر كلاصي عوض السنيده ممكن، غير هو انا صراحه كنخدم بالسكر كلاصي، كتعجبني الصابلي بالسكر كلاصي، كيجينا مرمل وزوين. هنا كيف ما شفتوا معايا غادي ندير 2 كيسان ديال الزيت. بالنسبه للعجينات ديال الصابلي، العجنه ديال الصابلي راه كتختلف من حلويه لحلويه. كاينه اللي كتضيف كاس ديال الزيت مع رابعه ديال الزبده، كاينه اللي كتضيف. كنت كنمونطي معكم جاتني مكالمه قطعت يعني المونتاج حتى ساليت ورجعت معكم. كيف ما قلت لكم انا راه كنضيف هاد العجين، هذيك العجنه كنضيف فيها 2 كيسان ديال الزيت. راه كاين اللي رابعه ديال الزبده كيضيف فيها كاس ونص ديال الزيت اولا كاس ديال الزيت. الصراحه العجنه كتختلف من يعني كتختلف. انا هذه هي العجينه اللي كندير انا، تبارك الله ما شاء الله، كتعطي كميه كثيره، كتعطي من 2 كيلو ونص حتى ل 3 كيلو تبارك الله. راها يعني كتعطي شحال ما، يعني على حسب التزيين باش غادي تزينوها. يعني انا الا زينتها بالشوكولاط راه كتعطي ما شاء الله حتى ل 3 كيلو وشي غرامات. الا زينتها فقط بالمكسرات كتعطي من 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت النكهه. انا النكهه اللي نكهت بها النكهه ديال الكراميل، ممكن تضيفوا اي نكهه يعني متوفره عندكم اولا كتفضلوها ممكن تنكهوا بها. انا هنا نكهت بالنكهه ديال الكراميل. من بعد كيف ما شفتوا معايا مخدمت الزيت مزيان حتى دخل في الزبده، زدت عليها 3 ديال الحبات ديال البيض وخدمتهم كذلك مزيان. كنخدمهم كيف ما قلت لكم، راه هذا هو السر النجاح ديال الصابلي. يعني كل مكون ضفتوه كتخدموه مزيان حتى كينسجم مع بعضه. هذا هو سر النجاح ديال الصابلي. من بعد ما خدمت الزبده والزيت والبيض مزيان كيف ما شفتوا معايا، دابا بعدا كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج. هنا انا راني ضفت يعني نص كاس ديال البودره ديال اللوز. انا كنجيب اللوز يعني طري، كنطحنو على يدي وكنغربلو بالغربال الرقيق وكنضيفو حتى هو في العجينه. الصراحه هاد اللقطه هذه راه كتمقفه التصوير وتقطعات ليا، كتمقفه التصوير وضفت اللوز بلا ما نحس بانني راني مقفه، يعني دايره بوست الكاميرا. ولكن معليش ماشي مشكله، غير حبيت نقولها لكم. يعني ما درتش عليها بزاف لانها ماشي ضروريه. انا صراحه الصابلي ملي كيكون عندي شي طلبيه او شي مناسبه اللي كندير فيه اللوز باش كيجينا الصابلي زوين يعني وكيعجب الكليان وكيجينا زوين بزاف. انا هنا كندير فيه اللوز الا كان عندي كما قلت لكم لشي طلبيه او شي مناسبه كنضيف فيه اللوز. اما صابلي عادي ممكن ما تضيفوش فيه اللوز، او ممكن تضيفوا فيه الكوك محمر او لا اي حاجه، يعني كل وحده والصابلي ديالها باش كيتميز. انا الصابلي ديالي كيتميز يعني كنضيف فيه البودره ديال اللوز اللي كنطحن على يدي، يعني ماشي كنشرا مطحون ولا شي حاجه، كنطحن اللوز على يدي وكنغربلو وكنخلطو مع العجينه، كيعطي واحد اللذه زوينه، واحد الترميله، واحد القرمشه زوينه في الصابلي ديالنا.
هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما كنجمعوه، راه هذه حتى هي مهمه في النجاح ديال الصابلي، هو ما كدلكوش العجينه، يعني كتجمعوها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالكم. راني خليت معكم يعني ما قطعت معكم حتى شي مرحله، واخا راني كثرت عليكم الهضره بزاف، ولكن راه مصوره معكم جميع المراحل، يعني انا كنبقى نعطيكم الوصفه بجميع الاسرار بجميع المراحل باش تكون ان شاء الله الوصفه ناجحه 100%. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتجربوا الوصفه ديالي وكتنجح معكم. هنا من بعد ما عجنتها خليتها ليله كامله، يعني من الاحسن الصابلي تخلوه ليله كامله، وعلى الاقل تعجنوه في الصباح وتخلوه في الثلاجه لمده نهار كامل. انا الا كنت غنطيبو في العشيه كنعجنو في الصباح وكنخليه، ولكن الا عجنتوه وخليتوه في الثلاجه وبات في الثلاجه يعني كيكون احسن. هنا من بعد ما بات في الثلاجه كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم، من بعد ما بيتو ليله كامله في الثلاجه خديت واحد الطريف وغادي نطلقوه في كيس بلاستيكي، يعني كنكون دايرين الطرف ديال الكيس ديال البلاستيك من التحت وطرف من الفوق. هنا راني كنطلق العجينه حتى كترقق ليا مزيان. انا الصابلي كنبغيه يكون رقيق، وبالاخص الا كنت غادي نلاقي يعني كان الصابلي ديالنا دو فاس، يعني الفاس الثاني يعني كنلصق وحده مع وحده، خاصو يكون رقيق بزاف باش كيجينا مقرمش وجينا زوين. هنا الا كنتو غديروا غير فاس واحد بطبيعه الحال ما غاديش ترقوا حتى لهاد الدرجه، وكديروا الفاس الثاني بالشوكولاط. هاد الصابلي هذا ما فيش شوكولاط نهائيا، هاد الصابلي خدمته ما فيش شوكولاط نهائيا، داكشي علاش رققته بزاف، لان كل حبه كنلقيها مع اختها. هنا من بعد ما درت هاد الطابع ديال الورده كناخذ هاد الطابع حتى هو لي دو فاس ومتقوب جهه متقوبه وجهه سامبل، كنضغط وكنقلب بهذه الطريقه هذه باش كيجونا يعني نفس القياس ديال الحبات. هنا كيف ما شفتوا معايا، شوفوا معايا السمك ديال الصابلي ديالنا كيفاش كيكون، راه كيكون رقيق بزاف وكنهزوه يعني بواحد السهوله ما تيعذبناش. الا جاكم هذيك الطريقه صعيبه باش تهزوا بيدكم، استعملوا هاد الباله هذه ديروها في شويه ديال الفورس باش ما تلصقش لكم عليها الصابلي، وهزوا بها حتى هاد الطريقه راه زوينه وكيبقى لكم الصابلي ديالكم شاد الفورمه ديالو ديال الطابع، يعني ما كيديفورماش. بهذه الطريقه هذه غادي نستمر حتى نكمل ان شاء الله الصابلي ديالنا كامل. الطريقه ديال الطياب اللي هي مهمه، كطيبوه على عافيه تكون مهيله كيف ما قلت لكم، العافيه تكون مهيله بزاف باش الصابلي ديالنا يجينا اللون ديالو موحد محمر. وكنحط الصابلي ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا على الشبكه ديال السيليكون حتى هي كتعطي واحد التحميره زوينه. هنا من بعد ما ساليت من الصابلي شكلته وخليته كيطيب، خديت غادي نوجد معكم التعليكه ديال الكراميل اللي كناخذ فيها كاس ديال السكر سنيده مع كيس ديال الفاني، كنحطهم على عافيه تكون مهيله بزاف. كناخذ كاس ديال الحليب ومعلقه ديال النشا اولا ديال مايزينا وكنخلطو كنخليه على جانب. بالنسبه للسنيده هي كتذوب على عافيه كيف ما قلت لكم، تكون مهيله بزاف بحال الشمعه باش الكراميل ديالنا ما يلصقش لينا وما يتحرقش لينا، ما يجيناش مر. الا مشى حتى تحرق ليكم يعني الكراميل راه كيجي مر وكيجي المذاق ديالو خايب. يعني خاص اللون ديال الكراميل يجينا بهذا الشكل هذا، يعني كنخلوه على عافيه تكون مهيله، ياخذ الوقت الكافي ديالو حتى يذوب لينا السكر كامل. من بعد ما يذوب لينا السكر كامل نتاكدوا بان مابقاوش عندنا حبيبات ديال السنيده، غادي نضيف هذاك الكاس ديال الحليب اللي خلطت معاه النشا، معلقه صغيره ديال النشا، وغادي نخلطو كيف ما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم هذا الكراميل هذا راه صنع يدوي صراحه، كيجي رائع بزاف، هو المعتمد عندي في الصابلي ديالي، ما كيبردش لينا الصابلي وكيخلي الصابلي ديالنا يجينا مقرمش ويجينا لذيذ، كيضيف واحد اللذه وواحد المذاق. الصابلي رائع بزاف، يعني كيزيد يعطي واحد النكهه زوينه ديال الكراميل. كيف ما قلت لكم كنبقى بهذا الشكل هذا، ما كنتوقفش على التحريك تماما حتى كينسجم لي، واخا كيتحجر معكم بعد ما كتضيفوا الحليب راه غير كيسخن، ما حد هو كيسخن وهو كيذوب. هنا من بعد ما داب معايا هذاك الكراميل كامل وحسيت به يعني طاب، ضفت واحد المعلقه ديال الزبده وقبصه ديال الملحه باش كتعادل لينا الذوق. هنا كنضيف واحد المعلقه ديال الكليكوز. انا بالنسبه لهاد الكميه هذه راه هاد الكراميل هذا غنقسمو اجزاء، يعني جزء غنخليه شويه ما عقدش بزاف، والجزء الثاني غادي نعلكو مزيان باش هو اللي غادي نديرو من الفوق ديال الصابلي ديالنا باش ما كيسيحش لينا وكيجينا لاصق مزيان، يعني كيجينا ثابت في الصابلي ديالنا. كيف ما شفتوا معايا زدت قطع ديال الشوكولاط تقريبا واحد 8 او 10 ديال القطع ديال الشوكولا. كيف ما شفتوا معايا الا بغيتوا هاد شحال ما بغيتوا التعليكه ديالكم تجيكم قاصحه بزاف كتزيدوا الشوكولاط الابيض وكتزيدوا الكليكوز، هما الجوج حوايج اللي كيخليو التعليكه ديالكم كتجيكم معلكه اكثر واكثر. يعني الا خفتوا من هذا الكراميل يسيح لكم في الصابلي او لما يلصقش لكم الصابلي كتزيدوا غير الكليكوز
والشوكولاط الابيض. بالنسبه لهاد الكميه هذه انا راه ما كيف ما قلت لكم راه مازال غادي نقسمو على اجزاء، وغادي نضيف عاود فيه غادي نزيد النص، غادي نخليه غير بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معايا هنا راه الكراميل ديالنا صبح جاهز، وراه مازال سخون. ملي كيبرد راه عاد كيزيد يعقد اكثر من هكا. انا هنا غادي نقص النص في واحد الزلافه، والنص غادي نخليه هنا، وغادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الكليكوز، وغادي نزيد عليه الشوكولاط حتى يزيد يعقد ليا مزيان بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا معايا انا راه نقصت النص حيت خليته، نقصته في الاول، عاد النص الثاني زدت عليه. يعني كتبقاو كتزيدوا حتى كيزيد يتعلق لكم. وإلا خفتوا من يعني باش تعرفوا بانه هاد التعليكه راه ناجحه ولا ما ناجحتش، كتجيبوا واحد الحبه من الصابلي وكتقادوها على الطريقه اللي بغيتوا تصايبوا بها الصابلي، وكتخلوه للثلاجه حتى يبرد. من بعد ما كيبرد كتجربوه يعني واش هو لصق مزيان او لا باقي كيسيح. الا كان باقي كيسيح كتزيدوا فيه الكليكوز وكتزيدوا الشوكولاط الابيض. هذا هنا راه زدت فيه انا الشوكولاط الابيض، يعني النص خليته نقصته، والنص الثاني زدت فيه الشوكولاط الابيض. هذا راه زدت فيه الشوكولاط الابيض وزدت فيه الكليكوز. راه هذه شوفوا معايا كيفاش معلك، وهنا راه مازال دافي. من بعد ما كيبرد راه كيجمد، ولكن كيجيو معلك، كيعطيو واحد التعليكه وواحد اللذه وواحد المذاق. الصابلي ديالنا رائع بزاف بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوه. وصراحه راه كيمشي مع كل شيء. يعني علاش قسمته؟ لانه هذا النص اللي خليته جاري شويه راه كنبقى كنكه به يعني الكيك، او نزين به الكلاص، نزين به بزاف ديال الحوايج. يعني كنستعملو انا في بزاف ديال الحوايج، كيجي بنين بزاف. وانا راه من عشاق الكراميل، واي وصفه فيها الكراميل كنحمق على داكشي، علاش كنوجدو بيدي وما كيخطانيش. هنا غادي ندوزو للصابلي ديالنا باش غادي نزينوه ان شاء الله. نزينو معاكم. بالنسبه للتعليكه ملي كتبغوا تزينوا بها الصابلي راه كتخلوها شويه يعني سخونه باش كتبقى مطلوقه لكم وتزينوا على خاطركم. هنا غندوزو اول حاجه للصابلي اللي غنزينوه بالمكسرات اللي عندي هنايا. الاكاجو عندي، اللوز، وعندي القرقاع، وهنا عندي الورد اللي يعني حليته من هذاك الوريدات ديالو ودوزته في الغربال باش كيحيد لينا منه هذيك الغبره وداك الشيء، يعني دوك الشوائب اللي كيكونوا فيه. هنا خديت واحد الزلافه، وخديت هنا معلقه كبيره ديال الناباج، وغادي ناخذ 2 معالق ديال الكليكوز. انا دائما كنزعم الكليكوز على الناباج باش كنتفادى انه يعني يطيحوا. بالاخص هاد المكسرات اللي كيكونوا محطوطين غير من الفوق، يعني خصهم يتفيكساو، خصهم يلصقوا باش ما يبقاوش يطيحوا لينا الحبات يعني من بلاصتهم. ويجينا الصابلي يعني يبقى لينا في التزيين اللي زينا به، حتى شي حاجه ما تزلق، حتى شي حاجه ما تحيد على بعضها. هنا الكراميل راني زدت سخنته من بعد ما انني وجدته على اتساع، يعني على اتساع وجدته. من بغيت نستعمله راني سخنته شويه. وهنا راه كنوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون من بعد ما كيسخن، كيفاش كيولي. هنا غادي ندوز دابا باش غادي نزين به الصابلي ديالنا. يعني راه كيف ما قلت لكم شاركت معكم هاد الفيديو ديال الصابلي مرحله بمرحله، باش ان شاء الله بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه حتى للمحترفات. حنا دائما ما حدنا يعني في هذا الميدان حنا كنزيدو نتعلموا. هنا الصابلي ديالنا من بعد ما طيبته، لانني ما زينتوش في نفس النهار اللي طيبته فيه، لانني طيبت هذا النهار اللي طيبت عجنه ونص. داكشي علاش نهار طيبته وخصصت لي نهار ديال التزيين بوحدو. كيف ما شفتوا معايا كيفاش كيجي محمر يعني خايد لون واحد. علاش جانا خايد لون واحد؟ لاننا درنا ليه طيبناه طيب على خاطره باش هكا كيجينا اللون ديالو موحد وزوين. كيف ما شفتوا معايا هنا راني كنوريكم كيفاش القوام ديالو، كيفاش يعني السمك ديال الغلد ديالو. هنا غادي ندوزو دابا للتزيين ان شاء الله، اللي كناخذ هذاك الكراميل اللي غادي نلصق به الصابلي. ممكن تلصقوا بشي تلصيقه واحده اخرى، لكن انا كنفضل الكراميل اللي كيزيد النكهه، الصابلي، يعني كيزيد يعطي واحد البنه زوينه الصابلي ديالنا. وعاد هذا ما فيهش الشوكولات، يعني ضروري خصنا نزيدو ندخلو عليه شي حاجه. واخا العجينه ديالنا راه فيها اللوز وغادي نزينو بالمكسرات، ولكن ملي كنزيدو عليه هذيك الاضافه انا كيعجبني صراحه. انا بعدا كيعجبني نزين الصابلي ديالي بالكراميل، كيجي زوين بزاف واي واحد داقو يعني كيعجبو. هنا كيف ما شفتوا معايا كنزيد بعد ما لصقت وحده مع اختها، درت يعني شويه ديال هاك الناباج والكليكوز من بعد ما سخنتهم حتى ولاو عندنا سائل. ودرت حبه ديال الاكاجو، حبه ديال اللوز،
وحبه ديال القرقاع. هنا راه كنوريكم بالنسبه لهذا الشكل اللي درت انا على شكل ورده. الا بغيتوا ديروه يعني على الشكل ديالها العادي كديروا حبه فوق حبه وما تخلوش يعني التحتانيه تبان. انا انعكستهم يعني درت التحتانيه عكس الفوقانيه باش جاتني على هذاك الشكل ديال الورده، يعني عجبتني، جاتني حسن من اللي درتها يعني وحده فوق وحده. ويعني كنتمنى تكونوا فهمتوني يعني داك الشيء اللي بغيت نشرح لكم، كنتمنى تكونوا فهمتوه. غير هو ما تكتروش يعني ملي تكونوا كتلصقوا ما تكتروش عاوتاني التعليكه بزاف ديال الكراميل، يعني كدهنوا شويه باش كيلصق راه كيتفيكسا مره واحده. وكندير كيف ما شفتوا معايا الناباج والكليكوز، كندير اكاجو، حبه ديال الاكاجو. ممكن تعوضوا باي حاجه اولا ديروا غير النص ديال الحبه ديال الاكاجو، غير النص ديال الحبه ديال اللوز. يعني انا غير عطيتكم هاد الطلبيه كانت عندي وشاركتها معكم باش تشوفوا يعني حتى الجديد ديال الصابلي، ونشان نتقاسم معكم يعني اي حاجه كنوجدها كنبغي نتقاسمها معكم. صافي بهذا الشكل هذا غادي نستمر. غندوز معكم الشكل الثاني، هذا الشكل ديال المكسرات كيف ما شفتوا معايا على شكل ورده اللي زينته بالمكسرات. وغادي ندوزو للشكل الثاني اللي غادي نزينو بالكاوكاو كونكاسي اللي كنكون راني ديجا مشاركه معكم في القناه ديالي طريقه تحضير الكاوكاو كونكاسي. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه ديالو كيفاش كنتمنى ترجعوا للقناه ديالي، وغنخليكم ان شاء الله حتى الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بالقناه ديالنا غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال كاوكاو كونكاسي في صندوق الوصف ديال الفيديو. صافي كيف ما شفتوا معايا كندهن بالناباج والكليكوز وكندير في هذا في الكاوكاو كونكاسي. هنا من الوسط كنلصقها بهذيك التلصيقه ديال الكراميل، كندهن شويه ديال الكراميل ما تكثروش عاوتاني بزاف، وكنحطها فوق منها بهذه الطريقه هذه. هنا عندي العجينه ديال السكر اللي طلقتها بالدلاك وقطعتها بهذاك الطبع الصغير ديال عجينه السكر. ممكن ديروا البابيو، ممكن ديروا اي يعني اي طابع كان متوفر عندكم ديال عجينه السكر، وكنحطها الوسط بهذا الشكل هذا. عطات اضافه زوينه يعني كيجي المنظر زوين بزاف ديال الصابلي ديالنا. وبهذه الطريقه كنستمر حتى كنكون كملت الكميه كامله وكنلصقها يعني كنلصقها بهذيك التلصيقه ديال الناباج والكليكوز. يعني دابا راه مازال سخونه ولكن ملي غتبرد راه غادا تلصق، راه كتفيكسا مره واحده مع الصابلي ديالنا. بالنسبه لهذا الشكل الثالث هذا راه غير زدتو يعني كنت غندير هو عوض الشكل اللي وريتكم من قبل من هذا حتى هو بالكاوكاو كونكاسي، لكن ما عجبنيش وصافي وغيرته. غير حاولت نزيد شويه وصافي، نزيد يعني العجينه نزيد ندخل فيها شكيلات وصافي. هنا كيف ما شفتوا معايا بهذه الطريقه حتى هو كنزين غير النص ديالها اللي كتزينوا بالكاوكاو كونكاسي، وكندير الكراميل من الوسط، وكندير هذيك الوريده ديال عجينه السكر من هذا الراس من هنا بهذا الشكل هذا. صافي وكنحطها من الفوق، وكنجيب هذاك العقيق اولا الفنيد، العقيق القابل للاكل، وكنحطو في الوسط ديال هذا الكراميل هذا. ممكن تزينوا باش ما بغيتو باللي متوفر عندكم. حبيت فقط كيف ما قلت لكم نتقاسم معكم هاد الطلبيه هادو. هادو هما الشكيلات اللي وجدت من هاد العجينه هادي، كيجي ما شاء الله زوين بزاف، حتى المذاق راه كيجي رائع بزاف ديال الصابلي ديالنا. هادو هما الشكيلات اللي وجدت، وبالاخص هاد الشكيل ديال المكسرات جا رائع بزاف وجا زوين بزاف شكلا ومذاقا. وكيف ما شفتوا معايا هنا راه من بعد ما كملت هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، صابلي بريستيج. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش تخلوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وكيفاش جاكم، ولا جربتوه رجعوا للتعاليق وقولوا لي. وراه ما شاء الله كيخرج كميه اللي هي كثيره كيف ما قلت لكم. بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم ديال 4 ديال الزبده مع 2 كيسان ديال الزيت وثلاثه البيضات، كيعطي ما شاء الله كميه كثيره، ماشي بحال الا درتو كاس ديال الزيت. يعني كيجي ناقص شويه وكيجي مرمل وزوين بزاف هذا الصابلي هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وتخلوا لي التعاليق ديالكم الا جربتوه وعجبكم. ترجعوا الفيديو تخلوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. شكرا لكم بزاف على المتابعه. رجلي على رجلك نمشي وتيطلع النهار، عيني على عينك تيشهد نجوم القمر، يدي على خدك تينشف مواج البحار، اجي داويني اجي على العمار. رجلي على رجلك نمشي